السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أسامة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وأحوالكم طيبة وعواشركم مبروكة، تدخل لكم بالصحة والسلامة يا ربي. اليوم إن شاء الله نوجد معكم هاد القريشلات بأربعة أشكال مختلفين، نوع بهم مائدتك، كيجيو رائعين بزاف، ساهلين وبساط. نتمنى انك تتبعيني حتى الاخير باش تشوفي المقادير اللي درت فيها وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، انا عندي واحد 200 غرام ديال الزبده، عندي واحد الياغورت ديال الفاني، عندي كاس مع مرش ديال سنيده، ساشي ديال الكاكاو، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال خميره الحلوى، وجوج بيضات. وهنا طبيعه الحال قبيصه الملح ضروري منها، ونعبر كاس ديال الزيت قياس كاس العنبه، وطبيعه الحال الدقيق باش غنجمعوا الخليط. اول حاجه غنخدم سنيده مع الزبده، غندير هاد الكاس عامر ديال الزيت، غندير ساشي ديال الفاني، هنا غنضيف كاس ديال الزيت، نخدمو حتى هو مع الزبده حتى كيرجع على شكل بوماد. هنا غنضيف جوج ديال البيضات، هنا غنضيف واحد الياغورت ديال الفاني، هنا غنضيف الدقيق غير بالتدريج حتى كينسجم يجمع ليا الخليط شويه يكون مرخوف. غير كنجمعها بحال الشكل ديال الصابلي، ما كندلكوهاش. هنا كيف كتشوفوا جمعت العجين، خليته شويه مرخوف لانني مازال غنضيف ليه الكاكاو. غنقسمو على زوج، النص غنخليه ندير ليه الكاكاو، وهذا النص غنزيد ليه شويه الدقيق باش كيتجمع مزيان. هنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. ملي جمعتها متبقاش تلصق في الايد، صافي كنحبسو الدقيق، صافي غنخليها على جنب. وغندوزو لهذه ديال الكاكاو باقا مرخوفه، غنضيف لها ساشي ديال الكاكاو المر، وغنضيف مازال شويه الدقيق. غندخل في هذا الكاكاو ونضيف لها الدقيق. هنا هذا هو الشكل ديالها. ملي جمعتها صافي غادي نخليها ترتاح، نخليها ترتاح واحد شويه ونرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا قسمت العجين الى اجزاء، كل جزء غنضيف ليه الاضافه ديالته. نبداو اول حاجه، هنايا قسمت على 4 اجزاء العجينه البيضاء. هنا كيف كتلاحظوا عندي هنايا اللوز مقطع، عندي الكركاع، عندي المشماش، عندي اللوز افيلي، عندي الفواكه المعسره. هنا بالنسبه لهاد العجين هذه غنضيف لها شويه ديال اللوز افيلي، كيجي فيها زوين. كنحاول كنهرسو، اولا ممكن ديروا لها اللوز لما توفرش لكم اللوز افيلي، اللوز عادي مقطع. هذا هو الشكل ديالها. انا نحربلها بحال هكا ونخليها على جنب كترتاح على ما وجدنا الاجزاء الاخرين. بالنسبه لهذا الجزء ديال العجين البيضاء غنضيف لها شويه ديال الكركاع مهرمش، والمشماش تا هو مقطع طريفات صغار.
صافي كنخليها حتى هي على جنب. بالنسبه لهذا الجزء الثالث غادي نضيف ليه شويه ديال الفواكه المعسله. صافي حتى هي كنخليها على جنب. هنا الجزء اللي بقى لي ديال الشوكولاط وديال العادي البيضاء غادي نسرحهم نديرهم على شكل حلزوني، نسرحهم فوق بلاستيكه حتى كنسرحهم مزيان ونرجع معكم. هنا كيف كتشوفوا سرحتها بهذا الشكل هذا. حتى العجينه البيضاء حتى هي غادي نحطها فوقها. حطيتها فوق العجينه البيضاء كنحيد البلاستيك كنقادها، كنحيد هاد الزوائد ديال هنا. كنحاول نروليها بهذا الشكل هذا على شكل حلزون. بهذا الشكل هذا. صافي انا غنقسمو على جوج ديال الاجزاء. صافي غادي نقطع هذا الجزء هذا، عاد غنكمل بهذا الشكل هذا. نحاول كنسدها مزيان. صافي كنحربلها بهذا الشكل ونكمل بنفس الطريقه هذا الحربول الثاني. هنا كندير في واحد البلاطو باش نديرو فيه المجمد بهذا الشكل هذا. غنديرو في المجمد حتى كيجمدوا عاد كنقطعوهم. هنا بالنسبه لهذا الشكل ديال المشماش والكركاع كنقسمو على جوج اجزاء باش كنشكلو على شكل حربول حتى هو باش نديرو في المجمد. نبقى نحاول معاه حتى كيتحربل لان فيه الكركاع والمشماش. كنبقى عاد كنضغط عليه، كنوقف هذا المثلث هذا من الفوق. صافي كيولي على شكل هنا. نديرو في البلاطو حتى هو، نديرو في البلاطو باش ندخلهم المجمد. صافي غنكمل بنفس الطريقه. كذلك بالنسبه لهاد العجين اللي بقات لي اللي فيها اللوز ايفيلي حتى قسمتها على زوج، غادي نحربلها ونديرها في البلاطو حتى هي. هنا قبل ما كنديرها في البلاطو كناخذ واحد شويه ديال الابيض البيض، غنديرها في ابيض البيض نمرمدها في الزنجلان. كيجي ملبس ليا بالزنجلان من برا. كندورها في هذا الزنجلان بهذا الشكل هذا، كنحربلها فيه. صافي نفس الشيء غنديرو مع هذا الحربول الثاني. صافي وغنديرو في المجمد ونرجع معكم ان شاء الله. هنا بالنسبه لهذا الشكل ديال الفواكه المعسله درتوه لكم على شكل مستطيل، كنضغط عليه باش في الاخير ملي كنقطعو كيعطيني على شكل مربع. صافي حتى هو كنديرو في البلاطو وغنديرو في المجمد. هادشي اللي درت غنخليه حتى واحد الساعه حتى كيجمد، عاد كنرجع معكم باش نقطعوهم. هنا كيف كتشوفوا خرجت هاد الفقيقسات من المجمد. دابا غنبدا نقطع فيهم وحده وحده. غنبدا في هاد الحلزوني بالشكل هذا، ضروري يكون الموس ماضي. بالشكل هذا كيف لاحظتوا كيفاش كيجيو رائعين بزاف هادو. كنستفهم في اللاطه.
هنا بالنسبه لهذه ديال الفواكه المعسله واللوز حتى هي كنخرجها من المجمد. بالشكل هذا. هذه هي ديال الفواكه المعسله. كتجي على شكل مربعات بهذا الشكل هذا. هنا بقات لي هذه ديال الكاكاو المر، هي اللي غادا نقطع اللي درتها باللوز ايفيلي. كنقطعهم كيجيو بهذا الشكل هذا. صافي غنستهم في واحد اللاطه حتى هما وندخلهم يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله ملي غنطيبهم ملي غيطيبوا. هنا كيف كتشوفوا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات اللي درت معكم. كيجيو بهذا الشكل هذا، كيجيو رائعين بزاف. كتنوعي بهم المائده ديال العواشر ديالك. هنا غنديرهم في طبسيل ديال التقديم ونرجع معكم. وكيف كتشوفوا معايا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات اللي درت معكم. فقيقسات ديال الياغورت كيجيو رائعين بزاف وكيخرجوا كميه كثيره. ممكن تحتفظي فيهم بهاد البلاستيكات تعطيهم للوليدات، كيجيو رائعين بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج من الاهل والاحباب باش تعم فائده. وشكرا.